يا جدعان، الراجل طلع وقالها صريحة. ترامب، والله ترامب بنفسه طلع في مؤتمر وقال إيران قتلت آلاف الأمريكان وسرقت سفارتنا في طهران. انت متخيل؟ بيكلم كده كأن اللي حصل امبارح. بيقول إن إيران طول عمرها بتقتل في الجنود الأمريكان من أيام العراق لأفغانستان ولحد دلوقتي. والمصيبة قالك إنهم في سنة 1979 هجموا على السفارة الأمريكية في طهران وخدوها، حرفياً اقتحموها وأسروا الدبلوماسيين. وساعتها أمريكا قعدت تلطش في نفسها ومحدش عارف ياخد حقه. وترامب طالع دلوقتي يقول إحنا مش هننسى ولا هنسامح. يعني الراجل بيبعت رسالة نارية لإيران: استنوا، اللي جاي مش هيكون زي اللي فات. الناس بتقول ده تمهيد لحرب جديدة ولا مجرد شوية تصريحات نارية كده على الماشي. بس اللي أكيد إن الكلام سخن واللي جاي مولع. تابعونا عشان نرصد كل اللي بيحصل أول بأول، وإحنا بنحكي ليك بلغة الشارع، من قلب الناس، من قلب الحدث.